اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناه ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي المبسس ولا المثقبه، كل واحد كيفاش يسميها. وصفه جزائريه تقليديه وفيها عده وصفات تختلف من ولايه لولايه. كاين اللي يقليها، كاين اللي يطيبها في الطاجين، كاين اللي ياكلها معسله، كاين اللي ياكلها هكاك من غير عسل. المهم هذه الوصفه فيها عده طرق. اليوم جبتها لكم بطريقه سهله وبسيطه كما كانت ديرها لنا ماما بكري. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش عملتها انا. اول شيء البنات انا كيرت بهذا الكاس، درت 3 كيسان تاع سميد يكون متوسط ماشي سميد خشين، 3 كيسات سمين متوسط. نص كاس تاع سميد ناعم، المقادير راها مكتوبين اسفل الفيديو. درت ملعقه تاع مكسرات هذه اختياريه ماشي لازمه، السكر، الملح، وملعقه صغيره تاع بيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. بالنسبه للزيت انا ولا بالنسبه للدهان انا عملت 3/4 تاع الكاس خليط بين الزيت والزبده، لكن عملت الزيت اكثر من الزبده. بسستها مليح ومن بعد واش نقعد ندير، نقعد نضيف الماء والمزهر تدريجيا. واللي ما تحبش توضع المزهر ما توضعوش، ماشي لازم، قدره تلميها غير بالماء. غطيتها وخليتها باش نشوف اسكو شربت لي ولا لا، لانه سميتات تشيك تاعنا احنا ما شاء الله يشرب. بعد ما رجعت ليها حوالي 10 دقائق شتها باللي ما شربت ليش، مباشره راح نشتغل بها. واش نديرها، راح نفتحها البنات، فتحتها عادي. وبالنسبه للاشكال كيما تحبي تعملي، تحبي ديريها دوائر، تحبي ديريها مستطيلات، يعني تحبي ديريها بالمول هذاك تاع المبرجه، يعني راهي الاختيار لك الاشكال، كل وحده تشكلها كيما تحب. انا قطعتها هكذا مربعات، ومن بعد هذوك لي شوت اللي قعدوا لي كامل درتهم حربوش هكذا وقطعتهم كيما راكم تشوفوا مثلثات. الزيت تاعي كان تسخن على نار متوسطه، مباشره حطيتهم في الزيت البنات. كي تقلاو لي يشدوا لي اللون الذهبي هكا نحطهم في العسل، لكن العسل ما لازمش تكون بزاف وما راحش نخليهم، يعني نعسلهم شويه فقط وبنحيهم. نفس الشيء كما راكم تشوفوا، قليتها نحيتها حطيتها في العسل. وكما قلت لكم ما تعسلوهاش كما المقروض، دخلوها وخرجوها. وهاي لك الوصفه البنات قدامكم ما شاء الله، ما عندي ما نقول عليها. هاي لك كما نقولوا مبسه ولا مثقبه مع القهوه تاع العشيه ما شاء الله. احنا صراحه بكري ماما كانت تعملها لنا بزاف بزاف القهوه تاع العشيه. انا كل ما يجيني الوحش نعمل حاجه التقليديه تاع بلادي. شوفوا البنات ما شاء الله من الداخل كيفاش دايره، يعني ما عندي ما نقول عليها. شوفوا مع اني ما خليتهاش بزاف في العسل لكن جات مبسه ما شاء الله. هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، وصفه تاع المشقق. قلت لكم المشقق المثقبه ولا المبسس. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. لما لا، واستنوني في وصفات اخرى. سلام.